اهلا بكم اعزائي المشاهدين في قناه مرجو مامز كورنر مع تيتا ميري والاكل الصحي. كل سنه وانتم طيبين يا حبايبي. خلاص هنبدا صيام العذراء ام النور. هو 15 يوم وفي اكل سمك، وهنعمل في القناه اكلات حلوه جدا جدا. وفي ناس كمان بتبقى نادره للعذراء اسبوع زياده وما بتاكلش بالسمك ولا بالزيت. احنا هنعمل في القناه اكلات حلوه بالسمك وبالزيت ومن غير زيت وحلويات. ويا ريت اللي ما اشتركش في القناه يشترك. وهنبدا بقى نعمل اول فيديو النهارده في صيام ام النور العذراء. يلا بينا نعمل اول فيديو في اكلات صيام ام النور العذراء ام النور. يلا بينا. وبالشكل ده حبايبي نكون عملنا احلى واطعم ملوخيه صياميه بالعيش الشمسي بامانه خطيره في الجمال. اهي عملناها في دقايق. النهارده حبايبي هنعمل مع بعض ملوخيه صياميه طعمها بامانه حلو جدا، والملوخيه كلها فيتامينات واغلبنا بيحبها. فممكن ملوخيه خضراء او ملوخيه ناشفه مش هتفرق. انا عندي ملوخيه ناشفه بس هنعملها كانها خضراء حقيقي. اول حاجه عندي الملوخيه الناشفه، وعندي زيت وطماطم وفلفل وتوم فريش، وعندي كمان كمون وكزبره ناشفين وملح وفلفل اسمر. اول حاجه هنعملها الكسرونه او في الحله بتاعتنا، هناخد معلقتين 3 زيت وهنفرم فيهم التوم بالشكل ده. انا هعمل يدوب طبق واحد. هناخد في الكسرونه دي هنفرم الثلاث فصوص توم دول بالشكل ده حبايبي. فرمت التوم الثلاث وحدات او 3 فصوص توم الصغيرين دول. ودلوقتي هنحط حوالي معلقتين زيت بالشكل ده وهنقلب. وجهزت الطماطمتين وحته من الفلفل الاخضر، وجهزت الطماطمتين قطعتهم صغير خالص بالشكل ده اهو مع حته من الفلفل الاخضر. ودلوقتي بقى هنحمر الثوم بالشكل ده. ده حته من الفلفل الاخضر. قوام الثوم هيتحمر بالشكل ده. هتعمليها صدقيني هتعملي طبق الملوخيه الصيامي ده هتعمليه في دقايق وطعمه بامانه زي العسل اهو كده. خلاص اتحمر الثوم. هنحط الطماطم والفلفل بالشكل ده ونقلب اهو. وهنغطي الكسرونه بتاعتنا او الحله وهنسيب الطماطم تتسبك كده في الثوم بالشكل ده حبايبي. اثناء ما الصلصه بتاعتنا بتتسبك الطماطم بتتسبك اهي كده اهي بالشكل ده. دلوقتي بقى هنحط البهارات في المعلقه الصغيره. انا اخدت معلقه ماجي، رشه بابريكا، رشه كمون، رشه كزبره. الكزبره اكتر من الكمون لان الكمون لو كترتيه هيمرر. ورشه فلفل اسمر ورشه ملح. تاخدي بالك الملح ما تحطيش ملح كتير لان الماجي فيها ملح. الماجي ملح عامه. هناخد البهارات دي هنحطها كده اهو بالشكل ده وهنقلب اهو كده. مش لازم يعني الطماطم نسيبها تتسبك جامد يعني. هي كده خلاص دبلنا الطماطمايه يعني. دلوقتي بقى هنحط الميه على قد كميه الملوخيه اللي احنا حابينها وهنقلب كده بالشكل ده وهنغطيها وهنسيبها تغلي غلوتين 3 كده على نار هاديه. نهدي النار بالشكل ده حبايبي. الشوربه الصياميه بتاعتنا غلت اهي. دلوقتي بقى هنعمل كده اهو. وعندي الملوخيه هناخد من الدمعه دي كده على الملوخيه بالشكل ده
اهو كده. وهنقلبها كده بالشكل ده. بأمانة هتعملي أحلى وأطعم ملوخية صيامية ناشفة وكأنها خضرة. بصي هناخد شوية كده تاني اهو بالشكل ده. هنقلبها كده. بقت الملوخية بتاعتنا بالشكل ده الناشفة اهي كأنها خضرة بالظبط. بصي اهي كده. دلوقتي بقى هناخدها كده ونروح حاطينها بالشكل ده على الصلصة، ومهديين النار خالص ومقلبين بالشكل ده اهو. يا دوب هتغلي غلوة واحدة بقى وهنرفعها على طول من على النار. هي كده خلاص. الملوخية بتاعتنا بقت جاهزة اهي، الملوخية الناشفة الصيامية. ودلوقتي بقى عندنا كمان العيش الشمسي اللي احنا عاملينه في القناة في منتهى البساطة وفي منتهى السهولة بمقادير مظبوطة. بالشكل ده حبايبي الملوخية على طول رفعناها من على النار. بصي بالشكل ده اهي. بأمانة أحلى من الملوخية الخضراء وأحلى من الفطرية. بصي اهي شايفة، وعملناها في دقايق. أحلى وأطعم ملوخية صيامية. وعندنا العيش الشمسي اللي عندك في القناة. بصي طري وجميل ازاي اهو. بصي هنقطعه دلوقتي اهو وناكل أحلى ملوخية صيامية. بصي اهو العيش الشمسي مع الملوخية الصيامي. واهو يا حبايبي العيش الشمسي مع الملوخية الصيامي حاجة عظمة اهو. بصي اهو احلى واطعم ملوخية صيامية بالعيش الشمسي. بصي العيش الشمسي بالتفصيل عندك في القناة اهو. يعني حاجة في منتهى الطعامة اهو. قطع كده. هو حقيقي الملوخية مش محتاجة حاجة جنبيها من طعمتها وجمالها اهي. بصي اهو. وبالشكل ده حبايبي نكون عملنا احلى واطعم ملوخية صيامية. وبالشكل ده حبايبي نكون عملنا احلى واطعم ملوخية ناشفة صيامية كأنها خضرة بالظبط مع العيش الشمسي اللي عاملينه في القناة. يعني أكلة ملوخية صيامية بالعيش الشمسي بأمانة خطيرة في الجمال اهي. عملناها في دقايق بأمانة الطعم خطير اهي. وبألف هنا. باي باي.